السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة دي يا جماعة اللي هنخش عليها مهجورة بقالها 14 سنة، وحصل لي فيها موقف عمري ما هنساه. هوريكم دلوقتي كل حاجة على الطبيعة. دلوقتي وانا بفتح الباب، وخد مني وقت كبير اصلا عبال ما فتح، بس انا اختصرت المنظر بس عشان ما اطولش عليكم. هو ما فتحش على طول، دوخني جدا في الفتح بتاعه. وانا كده دلوقتي فتحت وداخله. طبعا ما فيهاش كهرباء خالص، بقالها 14 سنه سايباها ومتبهدله جدا، وفيها حاجات مكسره وفيها ترابه وفيها حاجات كتير جدا. دلوقتي ما فيش كهرباء اصلا، هي فاصله من وقت كبير، من كذا سنه. فانا جبت كشاف معايا. ناس كتير حذرتني ان انا اروح لوحدي، وبقى يقولوا لي لا ما تروحيش لوحدك، وخدي قرآن، خدي راديو او حاجه شغليه في الشقه لمده اسبوع ولا حاجه، وبعد كده ابتدي روحي اعملي فيها اللي انت عايزاه. بس انا بصراحه يعني انا ما بخافش الحاجات دي، مع عفريت الا بني ادم، وانا بخافش غير من اللي خالقني. يعني انا ما بس انا في الوقت دون في اليوم ده عملت فيها 7 رجاله مع بعض، وقلت لا هروح وكده. فخدت بنتي معايا وخليتها، هي بقت واقفه بره، هي بتصورني، قلت لها صوريني وخليكي بره. هي بقت خايفه تخش، وانا فعلا رحت داخله شغلت الكشاف ودخلت. انا دخلت كده يا جماعه. الصاله اهي، دخلت البيت. هي كده في شعاع نور جاي من الطرقة من بره، الناس مشغلة كشاف بره لمبة، ففي إضاءة، وفي الشباك مفتوح اهو. الشباك بتاعها أصلا كان مفتوح ومغرقانة تراب. دي الصالة، وده الأنتريه اللي فيها القديم. شايفين يا جماعة مليان تراب ازاي؟ دخلت كده على الحمام، والصدمة الكبيرة جاية. انا مش هقول لكم احنا صوتنا قد ايه في الفيديو، وانا قصيت المنظر دون على المنظر اللي انتوا شايفينه ده. كان في عباية فيها حاجات ومحطوطة، واحنا فكرنا ان هي حد موجود او حد نايم او حد قاعد. فبصراحة اترعبنا جامد. ف الحمد لله عدت على خير، وخرجت في اوضه الاطفال اهو. زي ما حضراتكم شايفين برضو شباكها مفتوح. شبابيك كانت مفتوحة خالص، ما كناش بنروحها، نسيناها مفتوحة وما كناش بنروح هناك، فالدنيا متبهدلة خالص. فطبعا احنا من موقف العباية اللي احنا شفناها دي، والخبطة اللي جت دي، حصلت خبطة برضو خلتنا يعني اه انا حاطه صوت زي صوت الخبطة اللي احنا سمعناها مع العباية. يعني الحمد لله الحمد لله انها عدت على خير، وخرجنا سالمين بإذن الله، عشان انا كنت داخلة متكلة على الله اصلا. والحمد لله رب العالمين. ده الحمام. ده الحمام طبعا بايظ خالص، كل حاجة. يعني ممكن السيراميك والحاجة فيه تفضل، لكن الخلاطات والسباكة والحاجات دي هتتعدل برضو، هتتعمل وتتغير. أوه. اهو يا جماعة المنظر ده، يعني منظر بصراحة مرعب 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 بصراحة. يعني انا لو متجوزة كان زماني قطع الخالف يعني. الحمد لله ان هي عدت على خير. ده المطبخ يا جماعة، المطبخ متكسر، الحيطان بتاعته متكسرة، وحتى في من وقتها تراب في الارض، التكسير. ودي حاجات هي برضو، يعني بصراحة رعبتنا برضو. معرفش الحاجات دي برضو جت هنا ازاي او اتحطت ازاي، مش عارفة. وحاجات وقعت واحنا بنصور في المطبخ برضو. يعني بصراحة الحمد لله اني ما حصل لناش حاجة يعني. المشكلة ان هي الشقة طويلة والمطبخ جوه خالص، فعبال ما احنا شفنا المنظر ده والخبط والحاجات دي وجرينا على برا، كان كان ركبنا ثابت بصراحة. فانا حاولت ان انا اقصر الفيديو لان كان الفيديو طويل، وعلى اساس ما اطولش عليكم. وخرجنا اهو. دي البلكونة زي ما حضراتكم شايفين مليانة تراب، وفي على الشباك قش عصافير. بإذن الله لما اعمل الكهرباء هجيب لكم فيديو صغير كده واحنا بنعمل الكهرباء، وبعد كده ان شاء الله هصورها لكم تاني، وهتابع معاكم على طول
كل ما اعمل حاجة فيها هصورها.